كل سنة وانتم طيبين. عام دراسة سعيد عليكم جميعا. النهاردة الفيديو ده موجه للأمهات اللي عندهم روماتويد عشان ازاي يتعاملوا مع اليوم الدراسي بالطريقة اللي ان شاء الله تخليهم يعملوا كل حاجة مطلوبة منهم بأقل قدر من الإجهاد. كل سنة وانتم طيبين. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. عندنا 3 مشاكل لمريضات الروماتويد في الصبح. المشكلة الأولى بتبقى القومة من السرير. المشكلة التانية بتبقى استخدام الإيد. المشكلة التالتة إن الجسم بيبقى متجبس. هنتعامل إزاي مع كل واحدة؟ القومة من السرير تبدأ من اليوم اللي قبله، ننام بدري ونظبط المنبه ساعة قبل الميعاد اللي المفروض إن أنا أبدأ أشتغل فيه. 2، مهم جدا ان انا التزم بدوايا واخد الدواء بالذات بتاعت الجرعات بتاعت بالليل اللي الدراسات بتقول ان تقريبا نص المرضى ما بياخدوش الجرعات بتاعت بالليل. 3، مفيش مانع خالص ان في اول اسبوع بالذات لو انا كنت مش متعوده اصحى بدري ان انا اخد المسكن بعد ما اتصل بالدكتور بتاعي. 4، مهم جدا طبعا ان يكون التكييف مش متركز عليا بالذات ان الحمد لله الجو بدأ يتحسن. 2، استخدام الايدين الصبح بقى مشكله كبيره جدا لان المفاصل ساعات بتبقى وارمه. مهم جدا ان انا اكون الحاجات اللي فيها تقطيع والحاجات دي اكون عملتها من قبلها بيوم. 2، مهم جدا ان انا احط ايدي في ميه سخنه عشان تفك. 3، الادوات اللي بستخدمها في المطبخ سواء السكاكين او اي حاجه بستخدمها عشان افتح واقفل تكون حاجه فريندلي للايد، يعني امسكها بفتره اوسع المقبض بتاعها، تكون حاجات تخينه ما تكونش حاجات رفيعه علشان ما توجعش ايدي. المشكله الثالثه بتاعت ان انا بقى متيبس الصبح وابقى عامل زي ما يكون عندي جبس، دي حلها الاساسي الرياضه، ان احنا نعمل مشي نصف ساعه يوميا. طبعا انا عارف ان الصبح مبقاش فيه وقت، فما فيش مانع ان احنا نعملها دايما بعد الظهر في الفتره بتاعه المدارس. الحاجه التانية بيبقى مهم جدا الميه الدافيه بالذات لو دش ميه سخنه هناخده الصبح. الحاجه الثالثه مهم جدا ان انا لو باخد جرعات كورتيزون صغيره او باخد ادويه صباحيه ابدا بيها يومي قبل ما ان انا اعمل اي حاجه تانية. في النهايه نصيحه عامه، لازم نوزع مجهودنا ولازم اللي معانا في البيت يبقوا متفهمين قدراتنا البدنيه وان في حاجات احنا هنقدر نعملها وفي حاجات لازم نعمل بيسنج ليها. كلمه بيسنج دي مهمه جدا، ان انا انظم حياتي بناء على، لو تفتكروا في الفيديوهات اللي قبل كده، على نمط المرض عندي ايه، المرض بينشط امتى، بيقوم ازاي، الصبح بيبقى عامله ازاي، الظهر بيبقى عامله ازاي، بالليل بيبقى عامله ازاي، عشان ده يساعدنا كتير قوي في ان احنا نتغلب على ضغوط بدايه العام الدراسي. كل سنه وانتم طيبين ودمتم سالمين.